طيب يا سيدي، في الفيديو ده هكلمكم عن اكتر اتنين ملهمين ليا في حياتي. بس قبل ما نتكلم، صلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنساش اللايك والفولو دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. وتعالوا بينا نتكلم على اكتر اتنين لعيبة بيلهموني في حياتي. هكلمكم في الاول عن لعيبي الاسطوري، عن لعيبي المفضل، عن اللعيب اللي حلم حياتي ان انا اقابله. الراجل ده اللي انتوا شايفينه تحت كريستيانو رونالدو، اعظم من لمس كرة القدم بالنسبة لي. شوف يا اخي، كريستيانو رونالدو رغم الصعوبات اللي بيواجهها الفترة الاخيرة، ورغم انتقاله من مانشستر يونايتد، النادي العريق اللي بدأ فيه كاريره في كرة القدم، لنادي النصر السعودي في قارة اسيا، متخيلين؟ ولكن كريستيانو رونالدو بيغير القواعد. كريستيانو رونالدو دايما بيكسر اي حاجة قدامه. بتتفرج على كريستيانو رونالدو كأنك بتتفرج على شاب عنده 21 سنة، لسه عنده الشغف والطموح والأمل، لسه عنده حاجة عايز يثبتها. يا كريستيانو يعني ممكن يكون عايز يثبت ايه؟ كريستيانو رونالدو وصل لأقصى حاجة ممكن لعيب كرة انه يوصل لها. خد أحسن لاعب في العالم أكتر من مرة، خد حاجات كتير جدا أكتر من مرة. كريستيانو رونالدو أثبت اللي محدش ممكن يثبته أساسا. ولكن بتتفرج عليه في وقتنا هذا وهو وصل وخلاص قرب على 38 سنة، عنده نفس الشغف يا أخي، بيلعب كأنه فعلا شاب عنده 21 سنة، عمره ما فقد الطموح مهما حصل له، ومهما قابلته صعوبات، ومهما قابلته انتقادات. كريستيانو رونالدو دايما بيثبت ان هو فعليا اعظم من لمس كرة القدم في تاريخ كرة القدم. شوف كريستيانو رونالدو لسه رايح الدوري السعودي بقاله قد ايه. كريستيانو رونالدو دلوقتي في الدوري السعودي في جدول هدافين الدوري السعودي في المركز الكام؟ زي ما انت شايف كده، في المركز السادس بعد احرازه 8 اهداف. فرق بينه وبين زميله في الفريق اندرسون تاليسكا 5 تجوان. يعني كريستيانو رونالدو ممكن او مش ممكن، هو بنسبة 90% هينهي بطولة الدوري السعودي موسم 2022 2023 وهو هداف الدوري السعودي، وهو لسه رايح في الموسم الانتقالات الشتوية. عايز ترجع الامل، عايز ترجع الشغف، اتفرج على كريستيانو رونالدو. وده كان كلامنا عن كريستيانو. نيجي بقى لفخر الدنيا، فخر المصريين، فخر العرب، فخر الانجليز. اكيد انا وانت ما كناش نتخيل ان في يوم من الايام هنشوف صورة زي دي. ما كناش هنشوف لعيب برازيلي رافع تيشيرت لعيب مصري بيحتفل بيه. عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا هنوصل لمرحلة زي دي. محمد صلاح وصلنا لكده. محمد صلاح ادانا الامل، محمد صلاح ادانا الطموح. محمد صلاح اثبت لنا ان انت مهما تعبت هتلاقي. محمد صلاح اثبت لنا ان انت لو عندك حلم قادر توصل له. محمد صلاح بيوصل انه يكون الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الانجليزي ب 129 هدف. احنا مصدقين اللي احنا بنقوله؟ مصدقين. محمد صلاح خلانا نصدق. طب قبل محمد صلاح كنا ممكن يجي في دماغنا اصلا ان احنا نتكلم زي ما بنتكلم دلوقتي؟ استحالة، استحالة. محمد صلاح عدى الحدود. محمد صلاح بيثبت لنا فعلا ان انت مهما كان عندك حلم ومهما كان حلمك صعب، ما تبطلش تسعى وراه، ما تبطلش تجتهد وراه، لان انت اكيد في يوم هتوصل له. طالما بتجتهد وبتسعى هتوصل، يعني هتوصل. محمد صلاح ده مننا، شبهنا زينا، ويمكن وهو موجود في مصر كان اقل من ناس كتير قوي، ولكن باصراره وبعزيمته وبطموحه وبحلمه اللي ما نسيهوش، اللي ما فقدش الامل فيه، وايمانه بربنا واجتهاده الشخصي، قدر يوصل ان هو يكون من اعظم لاعبي العالم. لك ان تتخيل ان احنا بنقول على لاعب مصري ان هو من اعظم لاعبي العالم. محمد صلاح اللعيب الوحيد اللي في نادي ليفربول ومانشستر يونايتد يقدر يسجل في 6 مواجهات مباشرة ما بين الفريقين على التوالي. محمد صلاح بقاله 6 مباريات متتالية بيسجل في مانشستر، وبيجي في مطوشة مش بيسجل هدف، لا ده بيسجل 2 و3. انت متخيلين ان احنا بنتكلم على لاعب مصري؟
متخيلين ان احنا بنتكلم على واحد مننا؟ متخيلين ان احنا بنتكلم على واحد شبهنا؟ اه يا سيدي، كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، كل ما تفقد الشغف، كل ما تفقد الامل، اتفرج عليهم. كل لما تحس ان حلمك بيتكسر، كل لما تحس ان انت ما فاكش حيل، افتكرهم. صدقني، هيدوك العزيمة، هيدوك الاصرار، هيدوك العناد ان انت توصل لحلمك. وبرضه هقولك، اسعى واجتهد، ربنا عمره ما هيضيع تعبك. واكيد اكيد اكيد في يوم من الايام هتوصل للي انت عايزه.